يا مساء الفل عليكم وحلقه جديده من ترند الترندات. احمد ومينا من قلب الحدايق. الترند فين يا مينا؟ احنا النهارده عند كشري ابو ربيع. كشري ومكرونات ابو ربيع في قلب الحدايق. وريه لنا كده يا مايكل. اقدم محل كشري في مصر، ابو ربيع. يلا بينا ونشوف اختراعات ابو ربيع الجديده ايه. تعالوا معانا، يلا يلا بينا. بينا. ترند الترندات، بنعيش أحلى اللحظات. ابو ربيع امينه ده من اقدم محلات الكشري في الحدايق، او يمكن هو رمانة الميزانيه. ايوه انا فاكر وانا صغير في ايام الجامعه كنت باجي اكل هنا. من زمان هو بيتميز بقى في حاجه. ايه هي؟ مشروب الحمص. حمص الشام يدي لك كوبايه حمص شوربه اديني كده. اديني وانا بقلقه مع الجو الساقع اللي احنا فيه ده. وهي احسن حاجه فعلا تبلع بيها مع الكشري بقى. تبلع. يبقى لا يا عمنا، هنقول بقى كلام عادل يا عشان الناس، ده في جمهور اصلا. بيقول لك في 250 واحد بيتفرجوا على يعني تشرب مع الاكل، يعني انت تشرب مع الاكل بس هتبلع. كده شويه كده. مع ترند الترندات. احلى الحاجات كشري ابو ربيع من قلب الحبايب. احمد ومينا. بس هو انت موطي صوتك ليه ما احنا هنزعق ليه مع الناس عارف. الحلو وصل يا مينا من عند ابو ربيع. ورينا بقى يا مينا، انت طالب حاجه نضايقها. ممكن اول حاجه توريها لنا مايكل القصايه اه، دي. الويلكم درينك القصايه بتاعهم. دي محلات كشري قليله قوي اللي بتعملها. ودي المفروض يعني انا ما اعرفش ازاي محلات الكشري ما بتعملهاش. هي احسن مشروب يتشرب مع الكشري او الطواجن. تمزمز كده وانت ايوه ايوه بتشرب. ايوه، المخصوص بتاعتي جت اهي. انا ما بحبش حمص قوي. نشوف جبنا لكم ايه النهارده. عندنا بقى في ابو ربيع في طواجن بقى اللي بالموتزاريلا، ده طاجن فراخ بالموتزاريلا. ومعانا جبت ايه يا احمد بقى المره دي؟ لا انت بقى كشري يعني بقى. كروت الناس. اه. الطبق ده يا جماعه بقى فيه فراخ، فيه زيتون، فيه جبنه موتزاريلا، فلفل الوان. ناكل ناكل. افتح يا مينا وري الناس، وري الناس. دي هو مصة لسه الموتزاريلا كده لسه فين؟ لسه طالع. المطة فين؟ المطة فين؟ اهو لسه اهو طالع. اهو. يا لسه طالع. نهار ابيض، يا نهار ابيض يا جماعه. لا يستاهل. انا هتفرج عليك اجوع وبعدين اكل، ده زي المشاهدين. لا شكله حاجه فخيمه فخيمة. قرب معايا بقى يا مايكل. ابو ربيع بقى والكشري بتاع زمان الجميل. العدس المفلفل، الحمص، التقليه الفاتحه. طبق الكشري شكله يفتح النفس. تعالى بقى معايا نعمل الخلطه. اول حاجه ننزل بالصلصه. الصلصه المميزه. اه، معانا شطه مش هنحط منها عشان ما تبقاش سبايسي. بس معانا الدقه السخنه اللي لسه جايه، انزل بيها. اه، الثوم كتير والدنيا جميله. نقلب بقى يا مايكل كده كله في قلب بعضه. هو انا ايه لسه الاخبار يا مين؟ هو انا لسه ما قابلتش فراخ الصراحه، ما بس جاتش يعني فراخ وهات فراخ ان والله. شاء الله هلاقي، ان شاء الله هلاقي فراخ. في زيتون طيب. نقضيها زيتون ولا ايه؟ يلا ندوق بقى الكشري الجميل بتاع ابو ربيع. ابو ربيع يفكرك باجواء طبق الكشري بتاع العيد بتاع زمان. اه. كان لما يجي العيد يا جماعه كانت هي الفلوس هتشرب عصير قصب وتاكل كشري. كان طبق الكشري بكام ساعتها؟ فكانت فسحه اهل الحدايق هي اكل الكشري من عند ابو لا ربيع. بص الموتزاريلا يا جدعان، لا لا انا مش عارف يعني. ابو ربيع اتغير. موتزاريلا شغل عالي. فلفت اهل الحدايق دي. ما يستاهل. طاجن مكرونه موتزاريلا. المفروض ان هو قالوا بالفراخ، ان شاء الله هنلاقي الفراخ واحنا بناكل. وانا بصراحه رايي في الكشري الجميله بصراحه يعني انا. ايوه. طبق الكشري يا جماعه ستاندر. ما اه. فيهوش اي افتكاسات. ما فيش اي حاجه. ازاي؟ لا يعني في ناس بتلعب في الدقه ان هي تبقى فاهم، واخده ليمون وخل زياده في ناس. انما بصراحه ابو ربيع طبق كشري ستاندر اللي بناكله من اول ما حضرتك الكشري طلعت هو ده. انا عجباني قوي الموتزاريلا. وانا عاجبني قوي الكشري. كشري ستاندر ستاندر يعني. ناخد بقى ايه؟ ايوه بقى ايوه بقى.
ده انا بنصور قال لك بقى لا اديهم ليمون بقى، ندي واحده ليمون ادينا بقى واحده لما. وادي للحمص ليمون. اه هنولع الدنيا. احلى هنولع مشروب في الدنيا. الشتاء، احلى مشروب في الشتاء الحمص الشام. انا كانت الكشكه بتاعتي زمان يا صغير ان منى. انا اروح اشرب حمص شام من واحد في الشارع كده واجي تاني. تصدق؟ كان لا ما هو الامكانيات كانت محدوده زي ما بقول عشان الناس زهقت مننا بقى من الكبده والسجق والبرجر مكرونه، يلا مكرونه خلينا مع المكرونه وكشك. والكشري. لقينا فراخ يا جدعان، لقينا فراخ، لقينا فراخ. الله الله. لقينا فراخ. كده لا كده كويس، ندوق الفراخ اللي حطينا. كانت فراخ حلوه، فراخ حلوه. مع ترند الترندات احلى الحاجات احمد ودينا لسه مكملين معاكم. احلى محل كشري في الحدايق واكبر محل كشري في الحدايق ابو ربيع. لو الحلقه لحد دلوقتي عجباكم يعملوا ايه؟ شير بقى ولايك وسبسكرايب، اشترك بقى في القناه، وبقى عندنا بقى ايه حساب بقى على ايه، على فيسبوك وعلى تيك توك، غير ان احنا اصلا شانل على اليوتيوب. شوف بقى اي حاجه عجبك من دول، لايك بقى وشير بقى. ودايما خليك عارف ترند الترندات بتشتغل، يجيب لك ترند قديم الناس نسيته، يجيب لك ترند جديد الناس لسه هتتعرف عليه. سابقنا، اشترك في القناه، فعل زر الجرس يوصلك كل جديد. هنخلص المهمه ونرجع لكم تاني. وبعد ما رجعنا ذكرياتنا انا ومينا عند كشري ابو ربيع في قلب الحدايق، كان لازم نجرب كبده ابو ايه، ترند جديد كل الناس بتتكلم عليه. سمعت عنه يا مينا؟ طبعا سمعت عن ابوايا ده، الناس كلها عماله تقول لي ازاي ما اكلتوش كبده وسجق من عند ابوايا، ده اشهر كبده وسجق في منطقه الحدايق. زي ما انتم شايفين طلبنا من عند ابو ايه الكبده والكبده بالكفته. وايه تاني يا مينا اللي معانا ده؟ معانا الكبده الاسكندراني طبعا، والسجق المدخن، والسجق الصوابع، والسجق المفروم. عنده تشكيله من الكبده والسجق والحواوشي. انا عن نفسي عجبني جدا جدا الكبده الاسكندراني، والسجق المدخن برضو كان رائع. وانا بالنسبه لي برضو يا مينا الحواوشي كانت مفاجاه كبيره بالنسبه لي، وانا الصراحه انبسطت جدا بطعمه. طعمه ما فيهوش اي سبايسي ولا اي توابل زياده. هيديني الحته الحراقه. شفت هيديني الحراقه، ياخد الحته اللي بتتاكل مكتمك. والمفاجاه بالنسبه لي ان ابو ايه عنده جريل وبيعمل اصناف كتير جدا من السندوتشات والبرجر وحاجات كتير جدا. والموضوع كان يعني واضح ان فيه اقبال شديد جدا عند ابو ايه. ده السجق الصوابع قبل ما يفرموه. ندور مع بعض. خش يا مينا معاك ايه؟ السجق المفروم تحفه. ده كبده بقى اسكندراني، كبده اسكندراني بقى اصلي بقى. سجق جامد جدا، سجق بتاع عربية الكبدة بتاع الشارع المشهور بصراحة. هو ده تتبيلة وطعم حاجة جميلة. أنا بقى الصراحة بس يا مينا أيوه اديني بقى إيه؟ تعالى يا مايك. ده كبدة بس السندوتش ده مليان عن السندوتش التاني. ده كبدة على كفتة. السكالانس بتاع ابو يا جماعة. أنا ومينا بنجرب كل جديد في أي حتة ولا إيه؟ ده غير المكرونات كمان، عنده مكرونات بقى بالكبده والسجق، لازم تيجوا تجربوها. ابو آية ملك الكبده والسجق في منطقه الحدائق. ابو ايه ترند جديد كله يروح يجربه. انا جايبين لكم فجأة ابو ايه يا جماعه مشهور هنا في الحلايق بسندوتش الحواوشي السمباتيك ده. حواوشي ابو ايه، حواوشي ابو ايه مين اهو. هو ده. ورينا من جوه بقى. يلا بينا نشوف من جوه. اديني وانا اضيع. كان طالع منه. اديني وانا اضيع. يلا بينا. معانا مايك. سندوتش الكلاوي ده بقى. الله الله الله. السندوتشات القديمه والمطاعم القديمه قوي اللي تعمل سندوتش الجلاوي. بص بقى يا حبيبي، بص السندوتش احلى حاجه فيه ان هو كريسبي من بره بس العيش طري واللحمه طريه. يلا بينا ندوق. ندوقها لوحدها عشان انا مش عارف اجيب التتبيله بصراحه. لو مش حلو الحواوشي ده انا هقول مش حلو بصراحه. جامد جدا. نتمنى الحلقه تكون عجبتكم
ويا رب نكون عند حسن ظنكم. ولكل الناس اللي بيتابعونا او لسه هيشوفونا جديد، احمد ومينا ترند جديد في عالم الترندات، بنحاول نجيب لكم كل جديد واحلى الحاجات في عالم المطاعم وعالم الاكلات الجديده. وايه رايك يا مينا في اليوم النهارده في قلب الحدائق؟ انا عن نفسي انبسطت جدا في الحدائق. منطقة الحدائق من المناطق الحلوة والمناطق القديمة والعريقة كده، والناس فيها تحسها برضو ناس طيبة جدا وناس جدعان. انا انبسطت جدا منطقة الحدائق فعلا. تاكل ايه في منطقة الحدائق؟ كان معانا ترشيحين حلوين جدا. يا رب يكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم شير بقى ولايك وسبسكرايب، تشتركوا بقى في القناة. احمد ومينا ترند الترندات. سلام.